وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد. تكلمنا في العبادات المكروهة، وكان البحث فيها في مقامين. المقام الأول في العبادة التي يكون فرد منها مكروها، حصة منها مكروها، الأمر بالجامع بين الأفراد على نحو البدل، حصة منها من الجامع يكون مكروها، كالأمر بالفريضة مثلا أو النافلة، والنهي عن إيقائها في الحمام. هنا قلنا أنه هناك جواب ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وهو أن النهي يحمل على الإرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد الفاقدة لهذا القيد، أفضلية الحصص الأخرى، فلا يكون حينئذ من اجتماع الأمر والنهي. فيرفع اليد بحسب الحقيقة في هذا العلاج عن ظهور الأمر ظهور النهي في المولوية. قلنا أن النهي ظهورات ثلاث: أولا ظهوره في أنه مولوي لا إرشاد وإخبار، أي منع وزجر ولو كراهتي تنزيهي لا لزومي. والظهور الثاني ظهوره في أن هذا النهي والزاجر ناشئون من الحزازة والمبغوضية في المتعلق. والظهور الثالث في أن هذا النهي متعلق بالحصة لا بالتحسس والخصوصية. هذه الظهورات الثلاثة لو أردنا التحفظ عليها جميعا يلزم اجتماع الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة في الحصة، وهذا محال. ومن هنا في العلاج الأول لصاحب الكفاية يرفع اليد عن الظهور الأول للنهي ويحمل على الإرشادية، فهذا الفرد أيضا مطلوب ومراد ومحبوب لا حزازة ولا مبغوضية فيه، لكن إنما نهي عنه لأن الأفراد الأخرى من هذا الجامع البدلي، العبادة التي هي جامع المطلوب فيها أحد الأفراد بدلا بنحو صرف الوجود، لبيان أن سائر أفراد هذا الجامع البدلي أفضل وأتم وأكثر مصلحة وملاكا وثوابا من هذا. قد تقدم بالأمس أن هذا الجواب صحيح، وما يمكن أن يشكل فيه من الإشكالات المتقدمة والإشكالين المتقدمين غير واردين. الجواب والعلاج الثاني هو أن يقال بأننا نرفع اليد عن الظهور الثالث، أي نقول أن النهي إن كان بحسب ظاهره متعلقا بالصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام، لكن نؤوله ونقول أنه المقصود هو النهي عن الخصوصية، وهو أنه إذا صليت فلا يكن صلاتك في الحمام، أو فلا تكن في الحمام حال الصلاة. فالنهي عن الكون في الحمام في حال الصلاة، لا الصلاة المتقيدة بهذا القيد، النهي عن التقيد والأمر بذات المقيد، وهذا تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه لا محظور فيه. يمكن الأمر بذات المقيد والنهي عن تقيده بخصوصية، إذ ليس التقيد عين ذات المقيد، بل التقيد أمر آخر غير ذات المقيد. فالمأمور به ذات الصلاة التي هو ذات المقيد، والمنهي عنه تقيد الصلاة بهذه الخصوصية، وأحدهما مصبه وموضوعه ومحله غير الآخر. فلا يلزم
اجتماع الحب والبغض والأمر والنهي والإرادة والكراهة في شيء واحد، بل في شيئين كما تقدم مفصلا في بحث التركيب الانضمامي والاتحادي هناك. إذن فإذا حملنا النهي عن الصلاة في الحمام على أن متعلقه النهي عن تقيد الصلاة بكونها في الحمام، أن يكون المكلف في الحمام في حال الصلاة، وهذه خصوصية يمكن أن تكون مبغوضة، وفي نفس الوقت ذات المقيد يكون محبوبا، لأن التقيد غير ذات المقيد فلا محذور. فيحمل النهي على المولوية وعلى كونه كاشفا عن حزازة ومبغوضية وكراهة في متعلقه، متعلقه ليس المقيد بل التقيد. هذا جواب ثاني وعلاج ثاني بناء عليه أيضا يرتفع المحذور ويحفظ ظهور النهي في المولوية وفي الكراهة والحزازة. العلاج الثالث الذي يذكره السيد الشهيد، هذا العلاج الثاني من قبل السيد الشهيد. العلاج الثالث أن نرفع اليد عن الظهور الثاني ونحافظ على الظهورين الأول والثالث، أي يكون النهي مولويا ومتعلقا بالمقيد لا بالتقيد في الصلاة في الحمام، لكن هذا النهي ليس كاشفا عن حزازة بمعنى مبغوضية وكراهة في متعلقه، بل متعلقه محبوب. هذا الأمر حبه أقل من حب سائر الأفراد، لأن فيه مفسدة وحزازة لولا المصلحة الموجودة في الجامع في ضمن هذا الفعل كانت تلك المفسدة والحزازة فعلية ومبغوضية فعلية، لكنها الآن حيث أنها اجتمعت مع مصلحة الجامع وكانت مصلحة الجامع أقوى من هذه المفسدة في الخصوص في الفرد في الحصة، اندكت المفسدة بعد الكسر والانكسار، حصل بينهما كسر وانكسار وأصبح الجامع الموجود في هذا الفرد باعتبار أن مصلحته أقوى وملاكه أقوى من مفسدة الفرد، أصبحت هذه المصلحة هي الغالبة في الفرد على المفسدة من حيث التأثير في المحبوبية والمبغوضية. هذا الفرد من حيث وجود الجامع فيه مصلحته، ومن حيث خصوصية الفرد فيه مفسدته. لولا المصلحة كان الفرد مبغوضا، لكن حيث أنهما اجتمعا في الفرد فيتزاحمان في مقام التأثير، أي يتزاحمان بنحو الكسر والانكسار، فإذا كانت المصلحة أقوى من المفسدة سوف يكون الفرد بالنهاية محبوبا، فيه حب، وإن كان هذا الحب قد يكون أقل من حب سائر الأفراد التي ليس فيها مفسدة، الأفراد والحصص الأخرى التي ليس فيها هذه المفسدة، لكن على كل حال سوف يكون محبوبا والمفسدة غير مؤثرة في إيجاد الحزازة والمبغوضية والكراهة، لأن الملاك المزاحم في مقام التأثير أي المصلحة الموجودة في الجامع المتحققة في هذا الفرد، هذه المصلحة هي الأقوى والأشد. إذن فيكون حينئذ تكون تلك المفسدة الموجودة في هذه الحصة اقتضائية من حيث التأثير في إيجاد الكراهة والمبغوضية، لا فعلية، أي بالفعل لا توجد مبغوضية ولا توجد كراهة في هذا الفعل. يبقى حينئذ إذا لا توجد كراهة ولا توجد مبغوضية، فلماذا ينهى المولى الفرد الذي لا يكون مكروها بالفعل وإنما هو محبوب، فلماذا ينهى عنه
نهيا مولويا يقال أن هذا النهي يمكن أن يبقى ينهى عنه نهيا مولويا، لأن المولى إذا رأى أن نهيه عن هذه المفسدة الاقتضائية من حيث التأثير في إيجاد الكراهة والمبغوضية، رأى أن نهيه عنه لا يزاحم المصلحة المحبوبة الأشد، لأن المصلحة يمكن تحقيقها في ضمن فرد آخر، لأن المصلحة في الجامع لا في كل فرد، والجامع له فرد آخر وحصة أخرى في غير الحمام. إذن لماذا يرفع اليد عن النهي المولوي؟ يبقى نهيه مولويا. وهذا نهيه المولوي هنا ليس وراءه مبغوضية فعلية، ليس وراء هذا النهي مبغوضية فعلية، وإنما وراءه مفسدة فقط مندكة ومغلوبة لمصلحة في الجامع منطبقة في هذا الفرد، موجودة أيضا في هذا الفرد، غالبة التأثير في المحبوبية والمبغوضية. فإذا كان هذا النهي المولوي لا يزاحم اقتضاء المصلحة الغالبة اقتضاؤها للأمر بها، لأن الأمر بها أمر بالجامع بين هذا الفرد والأفراد الأخرى، وهذا الجامع يمكن تحصيله مع الاجتناب عن هذا الفرد، مع مولوية هذا النهي الذي هو أمر باجتناب الفرد وترك الفرد، لأنه النهي مقتضاه الترك. إذا كان هكذا إذن أي مانع في أن يكون النهي مولويا؟ فظهور النهي في المولوية نحافظ عليه، ظهور النهي في أن المولى يريد أن يمنع العبد عن هذا الفرد، هذا نحافظ عليه لأنه إخباره. ومع ذلك يبقى الأمر بالجامع والأمر بتحقيق تلك المصلحة أيضا فعليا، لأنه أمر بالمصلحة بنحو البدل لا في خصوص هذا المولى. لو لم يكن له بدل، لو كانت تلك المصلحة فقط في هذا الفرد في هذه الحصة كما في المقام الثاني من البحث، هناك حينئذ لا يمكن أن يكون النهي المولوي مزاحما في مقام التحريك مع الأمر المولوي بتلك المصلحة. أما هنا بحسب الفرد المصلحة مصلحة في الجامع بين المتحقق بهذا الفرد أو بفرد آخر، وهذا الجامع اقتضاء الأمر المولوي به لا يزاحم اقتضاء هذا النهي المولوي عن هذا الفرد، إذن فيبقى النهي مولويا. هذا الأمر لو جاء بهذا الفرد أيضا يقع صحيحا، لأن فيه المصلحة وليس فيه مبغوضية، لأن مبغوضيتها ليست فعلية. هذا الأمر خالف منعا مولويا تنزيهيا، يكون قد خالف منعا مولويا تنزيهيا كراهتيا، فالكراهة حقيقية بمعنى أنها كراهة ومنع وزجر مولوي غير لزومي تنزيهي، ومتعلق بالحصة لا بالخصوصية، بالمقيد لا بالتقيد، لكنه ليس وراءه حزازة ومبغوضية وكراهة فعلية، لكي تكون تلك الكراهة حينئذ مانعة تكون تلك الكراهة مانعة عن تحقق العبادة مثلا، أو موجبة لاجتماع الأمر والنهي، وهو أن يكون الفرد محبوبا ومبغوضا، بل الفرد محبوب بالفعل لكن مبغوض لولا المصلحة الغالبة، بالفعل ليس مبغوضا، ومع ذلك النهي عنه نهي مولوي. هذا حاصل الوجه العلاج الثالث الذي يذكره السيد الشهيد. وبناء على هذا العلاج حينئذ يكون بحسب الحقيقة المخالفة في أخفى الظهورات، لأن الظهور الأمر والنهي في المولوية من الظهورات القوية، فإن حمل النواهي والأوامر على الإرشاد والإخبار خلاف الظاهر جدا، يحتاج إلى قرينة كبيرة فائقة، ولا يصار إلى حيث لا قرينة إلا مع الاضطرار كما قلنا، قرينة العقلية مثلا.
كما أن صرف النهي عن متعلقه الظاهر الذي هو الصلاة في الحمام، لا الكون في الحمام حين الصلاة، لا التقيد، المقيد نهي عن المقيد، هذا أيضا ظهور واضح. وإنما هذا العلاج الثالث فقط فيه مخالفة للظهور الثاني من الظهورات الثلاثة التي ذكرناها، وهي ظهور الأمر والنهي، في أن وراء النهي المولوي أو الأمر المولوي يوجد إرادة وكراهة. هناك في الأوامر إرادة ومحبوبية، وفي النواهي كراهة ومبغوضية. هذا الظهور أخفى الظهورات في الواقع، فإن الأوامر والنواهي ما نقال أنه لابد أن يكون وراءها مبغوضية فعلية وإرادة وكراهة فعلية. يمكن أن يكون النهي ناشئا من أصل المفسدة، من ذات الملاك أو الغرض. حتى المفسدة بالمعنى العدلي أيضا ليس شرط، ليس ظاهر الخطاب فيه. وإن قيل أن المعتزلة والعدلية يقولون بالمصالح المفاسد ببرهان عقلي، أما الخطاب ليس ظاهرا في هذه الأمور. على كل حال ظاهر الخطاب إنما هو أصله يمكن أن ينكر أصل هذا الظهور، ولو قبل إنما هو ظهور عرفي، لأنه عرفا يكون غالبا. مثلا الإنسان حينما له نهي مولوي ولو كراهته تنزيه عن شيء، إذن يبغضه ولو بدرجة من البغض غير لزومية، يكرهه ولو بدرجة من الكراهة غير لزومية. فهذا أخفى الظهورات وأخف الظهورات، ويكون المتعين حينئذ هذا العلاج الثالث في قبال العلاجين الأول والثاني المتقدمين، لأن نتيجته التصرف ورفع اليد في ظهور هو أخف الظهورات وأخف الظهورات. حينئذ كلما ثبت من الخارج أصل النهي في مورد عبادة، بحيث لا بد لنا من رفع اليد عن أحد هذه الظهورات، فلا محالة يتعين أن يرفع اليد عن هذا الظهور، لا الظهورين الآخرين اللذين هما كل منهما أقوى من هذا الظهور. هذا العلاج الثالث. ومنه يعرف أن هذا العلاج الثالث لعله يتعين في قبال العلاجين الأول والثاني بهذه النكتة. نكمل العلاجات. يوجد علاجان آخران نذكرهما ثم نرجع التعليق على هذا العلاج الثالث. هناك علاجان آخران أيضا ذكر، أحدهما في كلمات بعض الأعلام، أحد العلاجين العلاج الرابع، يعطي عنوان العلاج الرابع ما ذكره بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من أنه هنا أساسا لا محذور في الأخذ بالنهي عن الحصة والفرد مع الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود بنحو البدل. لماذا؟ لأن الأمر بالجامع أمر بدلي، ليس أمرا شموليا انحلاليا، أمر بالجامع بين هذا الفرد والأفراد الأخرى. وهذا الأمر غايته أنه يقتضي أن يكون المكلف مرخصا في تطبيق هذا الجامع على هذا الفرد أو على أي فرد من أفراد الأخرى للجامع، وليس مقتضاه أن المكلف يأتي بهذا الفرد بالخصوص. حينئذ هذا لا ينافي هذا الترخيص المستلزم للإطلاق، لا ينافي أن يكون هذا الفرد منهيا عنه نهي تنزه أي نهي كراهة. نعم، لو كان هذا النهي نهي لزوم نهيا تحريميا فهذا لا محالة يقيد إطلاق الأمر بالجامع البدلي بغير هذا الفرد، لأن بقاءه مطلقا معناه يمكن أن يطبقه على هذا الفرد، والنهي التحريمي يمنع عن تطبيقه في هذا الفرد، إذن فيتناقضان. لكن حيث أن النهي تنزيه كراهتي، فحينئذ النهي الكراهتي لا يمتنع اجتماعه مع الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود، لأنه الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود يقتضي مطلوبية الجامع والترخيص في تطبيقه على كل فرد فرد حتى هذا الفرد. والنهي يقول هذا الترخيص مكروه، لا يقول لا تفعله أصلا، وإنما هو مكروه لأنه نهي تنزيه
وليس النهي لزوم، فلا يوجد بين هذا الأمر وذاك النهي أي تمانع. هذا البيان كأنه لازمه أنه بين الأمر بالجامع والنهي عن الفرد في نفسيهما بلحاظ المبادئ لا يوجد تنافي، أي هذا مبني على أن نقول بأن الأمر بالجامع لا يسري من الجامع إلى الفرد حتى في عالم المبادئ، كما لا يسري في عالم الأمر لا يسري في عالم المبادئ أيضا. وحينئذ إذا كان هكذا لا يسري حينئذ يكون وجه التنافي هو ما يستلزمه هذا الأمر من الترخيص في تطبيق الجامع، فيرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين تقدما في صدر المسألة لإثبات أصل الجواز، جواز اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي، حيث قلنا بأن هناك كلاما ووجها مستفادا من كلمات مدرسة المرزا، فإن رجع إلى ذاك الوجه فيكون حينئذ حاله حال ذاك الوجه الذي فندناه فيما سبق. قلنا أن مثل هذه الدلالة الالتزامية أصلا غير موجودة إلا بمعنى الترخيص الوضعي، أي الترخيص من ناحية الأمر لا الترخيص التكليفي لكي يكون منافيا مع النهي حتى إذا كان النهي تحريميا. أما إذا لم يرجع إلى ذاك بحيث افترضنا أنه واقعا النهي الآمر بالجامع يسري إلى الفرد، وأن الفرد سوف يكون مأمورا به ومحبوبا، والنهي التنزيهي أيضا يكون مبغوضية وكراهة من قبل المولى ولو غير لزومية، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. فهذا العلاج الرابع لا بد وأن يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين الأولين المتقدمين في لإخراج فرض العبادات المكروهة عن التنافي وعن غائلة اجتماع الأمر والنهي. على ذاك المبنى هذا يتم، وأما من لا يقبل ذاك المبنى حينئذ هذا الوجه لا يمكن أن يتم. يعني بعبارة أخرى من يقول بهذا الكلام هنا لابد أن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي التحريمي أيضا، لما قلنا هناك من أن هذه الدلالة الالتزامية على الترخيص ليست دلالة على ترخيص تكليفي، بل دلالة على ترخيص وضعي، وهي أنه من ناحية الجامع لا مانع من تطبيقه على كل فرد فرد، لأنه بالفعل يعطي إباحة حكم تكليفي ترخيصي آخر غير الأمر متعلق بكل فرد فرد أو بكل حصة حصة. فإذا كان هكذا إذا لا تنافي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي حتى إذا كان تحريميا. فهذا البيان صحته حينئذ يكون مبنيا على تلك النقطة. ومن هنا من يلتفت إلى تلك النقطة في تلك المسألة في رد ذاك الوجه الثاني في أصل المسألة كما بيناه لا يمكن له أن يقبل هذا الجواب، ويرى هناك الامتناع لا يمكن أن يقبل هذا الجواب هنا. ومن هنا مدرسة المرزا حينما هنا قبلت هذا الجواب، بينما في أصل البحث الاجتماع الأمر والنهي التحريمي بمعنى الوجوب والحرمة قالت بالامتناع، وامتناع أن يؤمر بالجامع وأن يجب الجامع وأن يحرم الحصة والفرد من الجامع. هناك قالوا بالامتناع وهنا قالوا بالجواز في النهي التنزيهي الكراهتي. بين هذين الموقفين تهافت لمن يلتفت إلى تلك النكتة في الدلالة الالتزامية، وأن هذه دلالة التزامية وضعية لا تكليفية. نعم من يختلط عليه تلك النكتة حينئذ، وإن كان هؤلاء هناك حينما قالوا بغائلة الاجتماع لم يبرزوا الدلالة الالتزامية، وإنما قالوا لأن الفرد يصبح محبوبا فلا يمكن أن يكون محرما ومبغوضا. وعلى كل حال هذا وجه. علاج رابع يرجع بحسب تسلسل بحثنا إلى الوجه الثاني من الوجهين الأول والثاني لعدم الامتناع، ولهذا السيد الشهيد جعل هذا الوجه من أدلة عدم الامتناع. أصلا امتناع الاجتماع يعني مبني على أن مبنى الاجتماع اجتماع الأمر والنهي
هنا غير موجود على هذا الأساس، لأنه سوف يكون متعلق الحب الجامع ومتعلق البغض الفرد، والجامع غير الفرد. وترى الدلالة الالتزامية تلك مسألة يمكن أن يستفيد منها في تلك المسألة، لا هنا، إذ لا تنافي بين الدلالتين الالتزاميتين حتى لو قيل بها، بين الدلالة الالتزامية مع النهي حتى لو قيل بها. العلاج الخامس أيضا ذكره هذا العلم، وحاصل هذا العلاج الخامس هو أنه قال بأنه يمكن أن يكون النهي عن الفرد هنا أن يجاب في المقام بما سوف نجيب به في المقام القادم، وهو ما إذا كان النهي متعلقا بالفرد والأمر أيضا متعلقا بالفرد، أي بالجامع بنحو مطلق الوجود، كالصوم في يوم عاشوراء بما هو فرد من صوم يوم من صوم مأمور به بأمر متعلق به بالخصوص، وبما هو صوم يوم عاشوراء منهي عنه. وحاصل ذاك الجواب الذي يذكر هناك والذي ذكره صاحب الكفاية هناك، هذا العلم عممه للمقام، صاحب الكفاية لم يذكره إلا هناك، هذا العلم عممه للمقام أيضا، وقال ذاك الجواب إذا تم هناك يتم هنا أيضا، وحيث أنه هناك عنده تام فتممه هنا، فذكره بعنوان جواب آخر في هذا المقام. وحاصله هو أنه يكون النهي عن الصلاة في الحمام كالنهي عن صوم يوم عاشوراء، راجعا إلى الأمر بترك هذا العمل العبادي، لأن في الترك مصلحة أهم وأكثر. فهنا أيضا هكذا يكون هناك مصلحة في الترك أو في عنوان وجودي منطبق على ترك هذه العبادة، في عنوان وجودي منطبق على ترك هذه العبادة، ذاك العنوان الوجودي فيه مصلحة أقوى، فينهى عن هذا الفرد من العبادة من أجل تحصيل تلك المصلحة، فيكون بحسب الحقيقة النهي مولويا، لكن متعلقه يكون تصرف المتعلق أو في أيضا في نفسه ليس بملاك المانع، بملاك الأمر بضده العام وهو الترك مثلا، لأن الترك في ترك هذه الحصة من العبادة فيها مصلحة أقوى من مصلحة فعل هذه العبادة، فترك الصلاة في الحمام فيها مصلحة أقوى من مصلحة الصلاة في الحمام، وحيث أن تلك المصلحة تكون أقوى فيكون حينئذ هنا نهي مولوي مرجعه إلى الأمر بتحصيل تلك المصلحة التي تكون أقوى. هذا أيضا الوجه الخامس الذي ذكره هذا العلم بعنوان علاج خامس أو بعنوان علاج آخر المشكلة. وبهذا لا يكون من اجتماع الأمر والنهي، بل يكون من باب التزاحم بين ملاكين، بين ملاك في الفعل وملاك في الترك. يكون ملاك الترك لهذا الفرد أقوى من ملاك الفعل لهذا الفرد، فالمولى يأمر بالجامع بلحاظ تحصيل مصلحة الجامع، وينهى عن الفرد لأن في ترك هذا الفرد مصلحة أقوى من المصلحة التي سوف تتحقق بفعل هذا الفرد، وإن كان لا يوجد في الفرد مبغوضية وحزازة ولا نهي، بل مآله إلى الأمر بحسب الحقيقة بترك هذا الفرد، يؤمر بترك هذا الفرد وفي نفس الوقت يؤمر بتحقيق الجامع ولو في ضمن الفرد الآخر. وهنا هذا الجواب حينئذ هذا الجواب هنا سوف يكون أحسن حالا من ناحية من الجواب من نفس هذا الجواب الذي سوف يذكره صاحب الكفاية في المقام الثاني، لأن هذا الجواب في المقام الثاني سوف يبتلي بمحذور وبإشكال أشكل به المرزا، وهذا الإشكال هناك سوف
يستطيع هذا العلم أن يتخلص عنه هنا بتخلص أوضح، وإن كان هو لم يذكره وسوف نذكره نحن هناك حينئذ هذا التخلص. هذا حاصل. ثم أصل هذا الجواب وهو أنه أن إرجاع الناهي إلى الأمر بالترك، وأن في الترك عنوانا وجوديا فيه مثلا مصلحة أهم من مصلحة الفعل. هل يكون صحيحا ومفيدا في تخريج العبادة المكروهة هنا وهناك في كلا المقامين؟ هذا سوف يأتي، فإنه سوف يأتي هناك أن هذا الوجه غير تام، حتى هناك لا يمكن تتميمه فضلا عنه هناك، أو لا تتميمه هناك فلا يتم هناك. هذه الوجوه الخمسة بحسب الحقيقة ترجع إلى وجوه 4، لأن الرابع رجع إلى الوجه الأول من الوجهين اللذين كانا مبنيين على عدم الامتناع أصلا، امتناع اجتماع الأمر والنهي. فبناء على الامتناع وأن الأمر بالجامع يسري إلى الفرد، والأمر والمحبوبية مع المبغوضية لا يجتمعان، تكون الأجوبة بحسب الحقيقة والعلاجات 4. العلاج الأول لصاحب الكفاية وهو حمل النهي على الإرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد فلا نهي مولوي. العلاج الثاني عبارة عن جعل النهي متعلقا بالخصوصية والتقيد لا بالمتخصص والمقيد، فلم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. والعلاج الثالث رفع اليد عن ظهور الأمر في أن وراءه عزازة ومبغوضية فعلية، بل يكون مجرد نهي مولوي ناشئ عن حزازة ومفسدة اقتضائية وغلوبة لمصلحة الأمر في الجامع ومحبوبية الجامع السارية إلى الفرد. بعد الانكسار تلك تكون غالبة، فإذا كانت غالبة حينئذ لا يوجد بإزاء النهي المولوي مبغوضية وكراهة وحزازة فعلية، لكن يبقى النهي مولويا لأنه يمكن أن يحفظ للمولى الاجتناب عن ذات تلك المفسدة المندكة والتجنب عنها، إذ لا يزاحم مولوية النهي لا تزاحم الأمر، لأن الأمر يمكن امتثاله في ضمن فرد آخر من الجامع البدلي يحفظ بذلك مصلحته من دون الوقوع في هذه المفسدة المندكة هنا. المكلف حينما يأتي بصلاته في خارج الحمام هم يكون قد حصل على المصلحة الموجودة في الجامع التي يريدها المولى، وهم لم يقع في تلك المفسدة التي لو كان قد وقع فيها في الحمام كانت مندكة بإزاء الصلاة مصلحة الصلاة والجامع، لكن على كل حال كان يمكنه التجنب عنه. فلا يكون بين مولوية النهي والأمر تنافي، كلاهما يبقيان على المولوية، وإن كان لا يلزم ولم يلزم أيضا اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الفرد، لأن الفرد ليس إلا محبوبان حتى في الحمام. هذا الأمر محبوبية تكون هناك فيها مفسدة مغلوبة في هذا الفرد. هذا أيضا العلاج الثالث. العلاج الرابع تطبيق ما سوف يأتي في المقام الثاني، وهو ما إذا كان الأمر والنهي كلاهما متعلقان بالحصة والفرد من ما ذكره صاحب الكفاية هناك توسعته لهذا المقام، وإن كان صاحب الكفاية لم يذكره إلا هناك، فيوسعه هنا بعض الأعلام بأن يكون النهي مرجعه إلى الأمر بالترك أو بذاك العنوان الوجودي المنطبق على الترك، فهناك أمر بالفعل وأمر آخر بالترك والأمر بالفعل مع الأمر بالترك ليس بينهما محظورون، إما لإمكان الترتب على ما سوف يأتي هناك، أو لأنه هنا لا يحتاج إلى ترتب أصلا، لأن الأمر بالجامع الأمر بالفعل الجامع بين هذا الفرد والأفراد الأخرى بنحو البدل، والناهي الذي مرجعه إلى أمر آخر بعنوان مضاد منطبق على الترك أمر بالترك، فيكون بابه باب الأمر بالضدين اللذين أحدهما موسع له فرد آخر بحسب الحقيقة، وكلاهما مولويون ولا يحتاج إلى الترتب. وهذه النكتة الإضافية التي قلنا أنها هنا هذا الجواب لو تم هنا يتم بلا حاجة إلى مسألة الترتب. هذه وجوه 5.
وللعلاج لعلاج العبادات المكروهة في المقام الأول. يأتي تتمة البحث إن شاء الله.